تعالى اما اقول لك على لعبه تخلي السيشن بتاعتك رائعه جدا، وان انت كمان توصل للهدف التعليمي اللي انت عايز توصله. ازاي؟ لعبه اسمها اوتو غنن. يعني ايه؟ انا خدت درس النهارده بيتكلم عن ايا كان الموضوع، وبعدين هقوم مجمع الكلمات اللي هي احنا خدناها في الموضوع النهارده واعملها على كارتن، وبعدين هقلب الكارتن ديت واعملهم في شكل مربع مثلا. وكل طالب من الطلبه هيكون معاه شبيل فجوه اللي هي مجسم بيلعب بيه، اللي هو ممكن تكون فوافل مثلا. طيب، الفوافل دهوت انا لعبته وطلع خمسه، فانا هحرك الشبيل فجور بتاعتي على رقم خمسه. رقم خمسه ديت هتكون في كارت، فانا هقلب الكارت هيطلع لي كلمه من الكلمات اللي انا اصلا كنت بدرسها من شويه. فانا المطلوب مني ان انا هعملها في فود، اعملها في زاتس، او هحاول ان انا اعمل سؤال عليها، او حتى انت تكون حاطط له سؤال على الكارت ديت يجاوب عليها باستعمال الكلمه اللي انت كنت بتشرحها من شويه. الحاجه دي بتخلي السيشن جميله جدا، وكمان الطلبه بيكونوا حريصين ان هم يستعملوا الكلمات في جمل. طيب الحاجة ديت لو انت وصلت ان هي خلاص الولاد عملوها في اول مرة كده، ممكن نعمل بعد كده هندسة. ازاي؟ هحط مثلا صورة هند وهي مقلوبة، ولما الولد يجي يعمل الفافل بتاعه وبعدين تيجي رقم نمط غاي فيطلع له كلمة، يطلع له صورة هند، يقلب كده فيطلع له كلمة هند او يطلع له صورة الهند. فبعدين ان هو مثلا ما يتحركش او يقول ده هند بيلت وخلاص. على حسب بقى الاشتخاف اللي انت حاططها، او ان هو مثلا يعمل شبخنجن، ينط لفوق. طب ما يتحركش ما يتكلمش لمده 5 دقائق، ايا كان الاشتخاف اللي انت حاططه. وبعدين كل واحد معاه الشبيل في جوه، وممكن بدل لو العدد مثلا الكلاس كبير ممكن تعملهم اكتر من اوتو غنن، وبيبقى نفس الكلمات ونفس كل حاجه. ممكن ان احنا نحط حاجه اسمها بانا، عطل في الشبيل فيجور بتاعتك ان انت ما تتحركش. ممكن تحط كمان حاجه اسمها تانكشتيل، ان هو البنزينه. ممكن تحط كمان في كاس شيلد، ايا كان الحاجات اللي انت ممكن تحطها. فهي في الاول وفي الاخر عشان تعلي الشبانونج بتاع اللعبه نفسها. تشوز او فيدا زين.